اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبتدي النهارده روتين جديد، نتشجع كده ونشوف. قومي يلا شوفي بيتك محتاج يتعمل فيه ايه. ادينا يعني الغرض من الفيديوهات ان احنا بنشجع بعض. تمام، يعني انتي لو هتسيبي نفسك للكسل مش هتقومي تخلصي حاجه. تمام. فبس كان عندي بقى شويه غسيل كده، طلعتهم نشرتهم. الروتين اللي فات مخلصة معاكم الشقة كلها ومسحاها ومرتباها، في اللي هو كل يوم لو خلصتي حاجة مفيش حاجة هتتكوم عليكي. تمام، فاحنا كل يوم كده بنخلص حاجة، وان شاء الله قبل الدراسة ما تبدأ وندخلوا بقى في زنقة المدارس يعني مع الولاد والدروس وكده. ان شاء الله هنعمل تنظيف عميق برضو للشقة، بحيث ان برضو تبقى ايه يعني مش محتاجة مننا بعد كده مجهود، اللي هو ايه التنظيف اليومي العادي. تمام. وطمنونا عنكم يا حبايبي. بدأنا بقى ان احنا نجهز للمدرسة والمشتريات وكده. ربنا يا رب يعين كل اب وكل ام كده، وما نقصش ولادكم اي حاجة، ويستر كل اب قدام ولاده يا رب. تمام كده، خلصت الغسيل. وانتوا عارفين طبعا بدل في البلكونة والصبح كده بحب اصور معاكم شكل البحر. يعني سبحان الله، يعني انا بحب اخلص اللي ورايا. يعني صورت لكم لقطة كده سريعة، بس بحب اخلص اللي ورايا بصراحة وافضل واقفة كده بس اتأمل، يعني اللي هو ايه. ممكن بقى سبحتي في ايدي اسبح، بحمد ربنا على حاجات الحمد لله ربنا عملها لي الحمد لله. بس خلصنا كده الغسيل ودخلنا بقى على المطبخ. كان عندي بقى شوية مواعين كده. طبعا الولاد كانوا صحوا بقى وفطرنا وكده، وكان في كام طبق بصراحة من بالليل، اللي هو ما قدرتش بقى، يعني كنت خلاص شطبت يومي وكنت نزلت مع الولاد كذا مشوار وكده، بيرتبوا يجيبوا يعني طلبات المدرسة وبيرتبوا حاجاتهم كده، فاللي هو ايه رجعت هلكانة، فما قدرتش بصراحة اخلص اشطب المطبخ بالليل. فعادي، انتي بيجي عليكي وقت اللي هو خلاص انتي سلمتي خلاص كده مش قادرة. آه فالحاجة الكام طبق اللي اتفضل من بالليل بصراحة يعني كده من مواعين الفطار، فقلت اخلصه معاكم. تمام. حاولي تخلي ليكي يوم في الاسبوع، يعني في يوم تكوني مثلا، يعني انا بعمله الجمعة، غالبا بيكون الجمعة. يعني بنعمل طبعا روتين الخميس زي ما احنا متعودين، اللي هو بنرتب البيت كله، وبنعمل غدا الخميس، وبيكون في منه زيادة ليوم الجمعة، وخلي يوم الجمعة ده راحة ليكي. تمام، ما تبقيش طول الاسبوع جاري كده وهلكة، وما يبقاش عندك يوم راحة. هنا جهزت الغدا، مصورتوش معاكم لان عاملة معاكم قبل كده لوبيا كتير، فما حبيتش عشان الفيديو ما يطولش عليكم. وجهزت كده غدا الحمد لله بسيط، والحمد لله على كده. تمام، فزي ما بقولك خلي ليكي يوم خاص بيكي، اعملي غدا يكفيكي يومين، تكوني مرتبة بيتك ما يكونش ناقصه حاجة. والجمعة دوت يعني يدوبك تصحي كده بقى، آه، تلفي لفة كده على السريع في بيتك، تولعي بخور، عندك غداكي جاهز، مش يعني تبقي شايلة هم ان انتي لسه هتعملي غدا، تبقي فايقة كده لنفسك شوية. تمام كده، هغسل معاكم البوتاجاز. وزي ما قلت لكم الفويل اللي بلف حوالين العيون ده بجد بيحافظ عليها قوي، مش كل مره بتحتاج تتغسل، يعني اوقات كتير قوي بغير الفويل وخلاص. وهلمع البوتاجاز كده تلميعه بسيطه معاكم، وان شاء الله في الروتين العميق ان شاء الله اللي هعمله معاكم بعد كده بيتغسل بقى غسله محترمه. بس ده كده الغسيل اليومي بس. فهغسله كده وهلم من عليه الصابون والمعه وخلاص. والحوامل اخدتها في الحوض برضو غسلتها بسلكة خشنة او اسبونشة خشنة شوية، بتلمع معايا وبتكون زي الفل. تمام يا حبايبي.
ما تنسيش بقى وانتي شغالة كده تستغفري ربنا وتصلي على الرسول، ويعني خلي دايما ذكر الله على لسانك بجد. يعني هتحسي بفرق، وهتحسي ان الحاجة بتخلص معاكي بسرعة، ولا تعب ولا مجهود ولا اي حاجة، بجد عن تجربة. وصلواتك طبعا ما تتأخريش عنها، ما تخليش حاجة تلهيكي عنها. ولادك لو عندك ولاد صغيرين يعني دايما طول الوقت وصلي لهم ان انت دايما بتحبيهم. طبعا مفيش حد بيكره ولاده، بس لازم نقول لهم، لازم طول الوقت تعرفيهم ان هم اغلى حاجة عندك، انك بتحبيهم، احضنيهم احتويهم، فهماني؟ لان ده بيفرق مع الولاد قوي. كده خلصت البوتاجاز اهو. والرف بتاع الحمام ده كنت طبعا انتوا عارفين ان انا حاطه ورق شجر كده على المراية والرف، فكان محتاج يتغسل عشان متطرب، فشيلته غسلته ونشف، وقلت همسح معاكم كده الرف ولمع المراية وكده. الرف ده خشب بس جميل قوي، هما كانوا 3 مع بعض، اخدت 2 حطيتهم في اوضة ابني، واخدت الكبير اللي فيهم حطيته كده في الحمام جنب المراية كده. يعني الحاجات اللي هي يعني غالبا بتبقى خاصة بجوزي، معجون الحلاقة، الحاجات اللي هي ايه يعني بيكون محتاجها يوميا. انا جايبة عند البانيو، جايبة واحدة صغيرة كده حتى فيها الشامبو والشاور والكلام ده، بس يعني الحاجات اللي هو بيحتاجها لازم بتكون جنبه يعني وقت التسريح وكده او وقت الحلاقة. فعملت الرف ده كده عشان تبقى حاجته موجودة يعني جنب المراية. بس وهلمع كده الرف برضو بتاع المراية. كل الحاجات دي نضيفة على فكرة، بس يعني انا عاملاها معاكم قريب قوي، بس يلا بدل يعني ببتدي في عمايل حاجة، بحب اخد كده معايا ايه بالمرة كل حاجة معايا. الحمام باين معاكم اهو انه متلمع وزي الفل. ارجع بقى فرع الشجر، بجد جميل. يعني انا لما كنت شايلاه كانوا ولادي مستغربين المراية، يا ماما انا حاسين ان في حاجة في الحمام ناقصة. فغسلته كده وظبطته، وقلت هاخد الحوض برضو معاكم. بص حبايبي، هو في جلافزات لغسيل الحمامات بصراحة، بس انا مش عندي. وبعدين احنا اتعودنا يعني كده، يعني طول عمرنا عاملين يعني ليفة او سبونشة للحمام، وبنغسل عادي كده بايدينا بعد ما بنخلص بنصبنها كويس وخلاص. بس ان شاء الله يعني ناوية اجيب جلافزات ان شاء الله. بس كده يا حبايبي، لو وصلتوا معايا لحد كده بالله عليكم ما تنسونيش بلايك واشتراك، وبحبكم جدا في الله. استنوني بقى الفيديو الجاي، ومحتاجة دعمكم بجد، محتاجة دعمكم بجد بجد، القناة بتضيع. بس كده خلصت وبنشف الحوض كده، ويا رب تكوني استفدتي ولو بحاجة بسيطة من الفيديو. مع السلامة.